إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. فتح الله عليك. أحسنت يا سيدي. يعني شيخ محمود بنرحب بيك. تحت الأمر. الله يبارك فيك. طبعا معانا الشيخ محمود حفيد الشيخ محمود صديق المنشاوي طبعا أحد أعمدة القراء. قول لنا بقى الأول يعني الشيخ المنشاوي بتفتخر إنك حفيد. طبعا يعني الشيخ محمد صديق المنشاوي يعني أحد الأعلام الكبار في دولة تلاوة القرآن الكريم المصرية. محمد والشيخ محمود. والشيخ محمود صديق. مين بالظبط؟ أنا حفيد الشيخ محمود صديق المنشاوي، والاسم بالكامل يعني أرحب نفسي أولا بحضراتكم. المهندس محمود أسامة محمود صديق المنشاوي، حفيد الشيخ محمود صديق المنشاوي، مركز المنشاة محافظة سوهاج طبعا، يعني أقصى الصعيد يعني، ولكن احنا حاليا مستقرين هنا في القاهرة. طيب الشيخ بقى يعني تعلقت بيه أو تأثرت بيه في قراءته؟ كنت صغيرا، فكان الوالد يعني كان مغرم قوي بالشيخ محمد صديق المنشاوي وبالشيخ محمود كذلك يعني، لكن أنا أول ما سمعت حاجة في القرآن الكريم كان الشيخ محمد. فهو ده كان سبب تعلق الوالد بيه. أنا حبيت إن أنا أحاكي الوالد لمحاكاته هو لعمي يعني الشيخ محمد صديق المنشاوي. فمن هنا بدأت يعني الموهبة يعني. انتوا عندكم العيلة مقرئين معظمهم؟ العيلة معظمهم مقرئين أو عندهم يعني مش كلهم مقرئين، ولكن هو كلهم حفظة قرآن كريم يعني. اللي سلك منهم مسلك القرآن الشيخ صديق. نبتدي بقى يعني الشيخ صديق المنشاوي الكبير يعني رحمه الله، الشيخ صديق السيد التايب المنشاوي، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود صديق المنشاوي، وعمي حاليا الشيخ صديق المنشاوي. تمام. عايزينك بقى يعني نقلب بقى الشيخ، سواء الشيخ محمد صديق او محمود صديق المنشاوي زي ما انت عايز. خلاص ماشي. الشيخ مين؟ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الله ينور عليك. طب عايزين نسمع حاجة بصوتك انت. نقرأ ماشي. أول المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. يفتح عليك. طب لو عايزين نسمع منك بقى ودانيتك الطريقة اللي بتتقال في الإذاعة. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق
صدق الله العظيم. قول لنا بقى طموحاتك ايه الفترة الجاية؟ والله طموحاتي يعني أكون زي جدي الشيخ محمد، وطبعا جدي الشيخ محمود صديق المنشاوي، وحاليا يعني أكون مع عمي في الصعيد. هو ما شاء الله يعني منتشر، الله أكبر عليه، يعني نقيب قراء الصعيد. فيعني نسلك مسلك العيلة كده إن شاء الله، ويبقى الشهرة على مستوى العالم الإسلامي، يعني مش على مستوى مصر بس بإذن الله يعني.